أحلى متابعين أهلا بيكم. تعالوا بقى نجهز لشم النسيم عيد الربيع. أحلى حاجة بناكلها اليوم ده تحفة جدا. نعملها بقى للولاد والولاد يفرحوا جدا ونروح الجنينة وناخد ونأكل قرايبنا وحبايبنا ونوزع على جيراننا. وهنعمل كمان الترمس والحمص وكمان حمص الشام. تعالوا نشوف هنعمل كل ده ازاي. يلا بقى اعملوا لايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واللي جاي احلى بكتير. وما تنسوش الفيديو اللي في الاخر عشان تعرفوا الفيديو اللي جاي ايه. اول حاجة معانا نص كيلو ترمس، بنقعه في مية عادية، كنت غسلاه كويس ومصفياه وبنقعه في مية ساعتين كده. وده الحمص اهو. الحمص ده بياخد وقت كبير قوي معانا، فهننقعه بمية سخنة. هنقعه في مية سخنة، هسيبه في مية سخنة ساعتين برضه. وبكده مش هياخد وقت معانا في التسوية. الاتنين مش هيكملوا نص ساعة ويكونوا استووا. شايفين ده الترمس اهو، اتضاعف حجمه. كده عدى عليه ساعتين، بغسله من ميه النقع واصفيه كويس، وبجيبه بقى بجيب الحله وبحطه فيه وبغطيه بالميه وبرفعه على النار. ونفس الكلام هعمله برضو في الحمص اهو. الميه بردت عليه خالص، عدى برضو عليه ساعتين. بغسله من الميه دي، بصفي الميه دي وبغسله كويس، وبجيب برضو الحله واحط فيها الحمص بعد ما صفيته كويس وغسلته، واغطي برضو عليه بالميه وبرضو ارفعه على النار. بحط بقى فراشات وحاجات وحركات كده عشان شم النسيم. بيغلي اهو، بشيل بقى اي رغوه او اي ريمه تطلع كده بشيلها، وبقلب اهو الترمس، وحطيت له معلقه سكر ما بانتش بس هتبان هنا اهو. برضه بشيل الرغوه اللي هي الريمه دي، وبحط معلقه سكر. معلقه السكر دي مهمه جدا، بتخليهم يستووا معاكي بسرعه جدا. اهو الترمس اهو كده بعد ما عدى نص ساعه، وكل شويه بقلبه كده اهو. كده الترمس استوى. والحمص نفس الكلام، نص ساعة هتلاقيهم استووا. دول بياخدوا كتير على النار، بس معلقة السكر واني نقعته في مية سخنة قبلها ما خدش معايا وقت. وهتشوفي وجربي كده اهو. بقى الحمص هقسمه نصين، انا ما حطيتش ولا ملح ولا اي حاجة فيه. هقسمه نصين عشان هخلي النص ناكله مع الترمس اهو. انا بوريهولكم ان هو استوى، شايفين مستوي خالص اهو. كده بعد نص ساعة بالظبط هاخد بقى النص بالمية بتاعته السخنة، عشان بسيبه في المية لحد ما يبرد اهو. نصه هناكله مع الترمس عادي، وهاخد النص التاني هضيف عليه كوباية طماطم او طماطم مبشورة، ومعلقة توم مفروم كبيرة، ومعلقة كمون صغيرة، ومعلقة ملح، واظبطي الملح زي ما انت عايزة، ومعلقة كزبرة ناشفة، ومعلقة شطة، ومعلقة بابريكا. دي نص شطة واللي قبلها كانت نص بابريكا. وعصرة ليمونة، كده كده هنظبط الليمون في الآخر. وبسيبه يغلي غلوتين، هو كده كده مستوي. هيغلي غلوتين بالخلطة دي، هيبقى تحفة جدا، أحلى من اللي بتجيبيه من بره. وبتظبطي ملحه أهو. بنظبط بقى ملح ونظبط الليمون بتاعه، ونخليه يبقى تحفة معانا. بجيب بقى الكوبايات، أنا هوريكم طبعا هغرف كوبايات معاكم وتشوفوا. أنا الكوبايتين دول أول ما جهزتهم خدوهم شربوهم يا دوب خلصت التصوير وخدوهم شربوهم على طول وكلوهم. تحفة تحفة بجد تحفة اهو. وهعمل برضو الكوباية التانية. وبعدين كده بقى هركن حمص الشام على جنب. احلى حمص شام هتاكليه. ده بقى الترمس اهو، بعد ما استوى لسه اهو بيطلع دخان سخن جدا لسه اهو. هوريكم برضو ان هو استوى كده. احنا لسه ولا حطينا ملح ولا حطينا ليمون ولا حطينا اي حاجة. بسيبه بقى في المية دي يعني نص ساعة كده، المية بس تهدى شوية، تبرد شوية في نفس المية اللي اتغلى فيه. وادي الحمص اهو برد بعد نص ساعة اهو، بارد خالص يعني المية دافية بس. برضو بغسله وبصفيه خالص من المية اللي كان منقوع فيها دي اللي اتغلى فيها. وبعدين بجيب علبة واحط معلقة ملح ومعلقة كمون ومعلقة بابريكا ونص شطة، دي اختياري. وبحط مية معقمة. المية دي انا غلياها ومبرداها، او مية من الفلتر. ونص ليمونة، وتظبطي الملح كويس، عايزة ليمون تاني حطي. وبحط الحمص بس كده، وبقفل عليه العلبة واحطه في التلاجة. تاكلي بقى بعد ربع ساعة بتاكلي منه. انا اكلت منه على طول، بس بسيبه شوية في المحلول ده عشان يشرب من المحلول وياخد من الليمون والملح والشطة والحاجات اللي فيه. برضو الترمس اهو هدت المية خالص، غسلته وصفيته من المية دي،
وبعدين باجيب العلبة باحط معلقة ملح كبيرة لأن الترمس كتير، واضبطي برضو الملح، معلقة كزبرة، نص معلقة شطة، معلقة بابريكا، معالق الملح كبيرة والمعالق التانية صغيرة، وباحط برضو المية المعقمة من الفلتر أو غلياها ومبرداها، وبظبط الليمون زي ما تحبيه، أنا حطيت ليمونة كاملة، وبقلب كله وبحط الترمس نص ساعة في التلاجة وكلي منه عادي. يعني الحاجات دي هتاكلي منها بعد ساعتين، بعد ساعتين هتاكلي منها، مش هتكملي وقت فيها، تحفة جدا. كل الحكاية ان انت بتنقعيه وبعدين بتحطيه على النار يستوي، وتعملي بقى المحلول وتحطيه فيه، وخلاص على كده. توزعي بقى لحبايبك، توزعي لجيرانك، تاخديه معاك الجنينة تفرحي الولاد. حاجة جميلة جدا وما نستغناش عنها أبدا في شم النسيم. وما تنسوش في آخر الفيديو، في الفيديو اللي أنا مجهزاه للمرة الجاية، وكل سنة وانتم طيبين. واللي يعجبه الفيديو يا ريت يعمل لايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس علشان اللي جاي أحلى بكتير.